السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهارده بقى معانا ايه؟ معانا ربع فرخه بما يعادل تقريبا نص كيلو. هنعمل بيه ايه؟ هنعمل بيه وجبه اقتصاديه حلوه جدا، هتكفي من 6 ل7 افراد وياكلوا ويشبعوا وتبقى كلها بركه كده ان شاء الله. ممكن كمان تحطيها طبق كده في تنوعي بيه في عزايم رمضان، بيبقى حلو جدا وشكله شيك جدا وطعمه حلو جدا معانا. وهتبقى في نفس الوقت ايه؟ وجبة اقتصادية كده، مش هتاخد وقت معانا خالص، هم 10 دقايق هندخل المطبخ نخلص وجبتنا ونطلع. يعني وجبة اقتصادية وتوفير في الوقت وفي الفلوس كمان، وشكلها شيك وطعمها ولا اروع. عملنا ايه؟ جبت صدر الفرخة كده، قطعته شرايح كده زي ما شفتوا معايا، وبعدين قصقصته بالمقص قطع صغيرة كده. وبعد كده هفرمه ناعم في المفرمة. طب انا ما عنديش مفرمة، هعمله بالمخرطة. طب انا ما عنديش مخرطة، انا عملته معاكم بالمخرطة قبل كده في بانيه للشركات. بالمخرطة بيطلع معايا حلو جدا. طيب او ممكن تحطيه في الفريزر وتبشريه بعد كده، بيبقى حلو جدا برضو معايا. معايا ايه؟ معايا كوباية برغل ناعم، اجيبه ناعم، في برغل وسط وخشن وناعم، تجيبي برغل ناعم وتحطي عليه مية مغلية تنديه بس كده، وتقلبيه في المية المغلية كده، ما تخليش عليه مية يعني ما تنقعهوش، لا بليه بس. معايا ايه؟ بصلتين بقى، بصلية كبيرة وبصلية متوسطة، وحوالي 5 فصوص توم، وفلفل الوان وفلفل اخضر لو متاح عندك. ما عندكيش حطي فلفل اخضر عادي جدا، مفيش مشكلة. بس اللون الاحمر ده بيبقى شكله حلو كده في الوصفة بتاعتنا. هقطع البصلة بتاعتي الاول كده وافرمها، عشان انا عايزة البصل ناعم، عايزة البصل ناعم جدا معايا. هفرمه هو الاول كده، اخده ضربتين كده يبتدي ينعم معايا، ابتدي ايه؟ احط بقية المكونات عليه. تاني حاجة احط عليه ال5 فصوص توم بتوعي وافرمهم كويس جدا، وابدأ كده ايه؟ اقطع الفلفل واحطه عليه. ليه؟ لان انا عايزة الفلفل يعني ايه؟ احس بطعمه كده في الوصفة بتاعتي، مش عايزاه مفروم ناعم قوي، عايزاه يبقى شكله باين وطعمه كمان باين. هو مش هيبقى باين اول الدرجة، بس هيبقى باين كده شكله حلو، وشكله حلو وطعمه حلو. فهنبتدي نفرمه بس ضربتين كده على الماشي، عشان ما يبقاش ناعم معايا قوي. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة يا حبايب قلبي. هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نصفي الخليط بتاعنا ده، ما نخليش فيه مية خالص. نصفيه بالمصفى كده، ناخده وناخد الشحوم اللي فيه والبصل والحاجات اللي فيه، بس ما ناخدش المية بتاعته. المية بتاعته مش هنرميها، هنستخدمها برضو بعد كده. خليكم معايا وهنشوف ايه تكات واسرار الوصفة بتاعتنا دي اللي هتخليها ناجحة جدا معانا وحلوة جدا معانا. وهقول لكم برضو اسرار التسويه بتاعتها، وهتبقى حاجه تحفه جدا معايا. وهتشوفوا كمان الكميه اللي هترميها، ما شاء الله من ربع فرخه هترمي معايا كميه كلها بركه ان شاء الله، وهتبقى كتيره كده باذن الله. حطيت المكونات بتاعتي اللي فرمتها، وادي البرغل معايا يا دوب ندى كده، ما حطيتش عليه ميه. وبعدين هحط على الايه؟ هحط على الخلطات بتاعتي اللي انا خلطتها دي. هبتدي بقى احط التوابل بتاعتي، عبارة عن ايه؟ عبارة عن كمون وفلفل اسود وملح وتوابل كفتة وتوابل فراخ. بس كده، بس كده. ما عندكيش توابل كفتة وتوابل فراخ، ممكن تشيليها وتحط شوربة ماجي، هتبقى برضو تديكي نفس الغرض وهتبقى حلوة جدا برضو معاكي. هبتدي بقى اضرب الكلام ده كله مع بعضه تاني في الكبة. ما عندكيش كبة، هتعجنيه كويس جدا جدا لما البرغل يختفي والمكونات كلها تختفي مع بعضها، ويعمل معاكي خيوط كده. تحسي ان العجينه اتمسكت كلها في بعضها كده، تبتدي تصبعي الكفته بتاعتنا معانا. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل كفته فراخ. هنبتدي بس نركن المتفرمش ده على جنب، عشان برضو المواعين بتاعنا ما تبقاش كتيره ورانا يعني. وهبتدي افرمه واحطه في الجنب التاني كده. هترمي ما شاء الله كمية كبيرة معانا، وهتشوفوا معايا في اخر الفيديو وهتشوفوا سر التسوية ايه. بس يا ريت برضو لو عجبتكم افكاري وعجبكم الفيديو، ما تنسونيش في اللايك وتشيروا الفيديو عشان يترفع ان شاء الله، والقناة تنجح بيكم يا حبايبي. هبتدي احطها كده، افرمها ناعم، هتبقى ناعمة كده كويسة معايا ومتماسكة، عجينة متماسكة معايا. هبتدي اخلص الكمية بتاعتي كلها وارجع لكم. رجعت لكم بقى بعد ما خلصت الكميه. بسم الله ما شاء الله، شايفين الربع فرخه؟ البوله اللي معايا دي كبيره، شايفين ما شاء الله عامله عجينه قد ايه؟ حوالي كيلو ونص تقريبا، عامله حوالي كيلو ونص تقريبا، يعني ما شاء الله تكفي 7 افراد وياكلوا ويشبعوا كمان، مع سلطه بقى، مع بطاطسيه محمره. وانا عملت جنبها شويه رز مبهر كده. انت عايز تعملي جنبها مكرونه شويه رز بشعريه، بتبقى وجبه جميله جدا. الميه بقى بتاعت البصل اللي انا صفيتها دي، حطيت عليها شويه ملح كده وتبلتها، شويه ملح وكمون. وجبت المسن بتاع السكينة، وهبتدي بقى ادهنه
من المية اللي انا نزلتها من البصل والفلفل دي، واعوص ايدي بيها في كل الصوابع بقى، وامسكها بقى ايه اخليها اضغط عليها على السيخ كده عشان تبقى متماسكه معايا. وانا بطلعها من السيخ بقى امسك الصباع الكفته، والف السيخ، اخلي السيخ هو اللي يتحرك، محركش الصباع الكفته، اخلي السيخ هو اللي يتحرك ويخرج لبره ليه عشان الكفته تفضل متماسكه معايا. زي ما هتشوفوا معايا كده. هعمل معاكم كمان واحد، يعني اخلي ما ازقش الصباع الكفته، لا بيتهري وهيلم معايا. لا انا هفضل هعملها كده، اخليها متماسكه كويس جدا، وهثبتها كويس على على السيخ زي ما انتم شايفين معايا كده، والف المسن كده واخرجه في ايدي بايدي لبره. بيوسع الفتحه اللي انا عاملاها في الكفته ويخرج بكل سهوله، الكفته ما تلمش معايا ولا حاجه. لان لو انا حركت الصباع الكفته وطلعته بايدي، فالصباع الكفته هيلم معايا وهيبقى صعب شويه وانا بفرده تاني ما يطلعش متماسك. كده بقى شايفين بلفه كده، بلفه واخرجه وانا بلفه لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. بسم الله الله اكبر، عامله كميه معايا كبيره جدا وجميله. ريحتها بقى ما اقولكوش على الريحه بتاعتها بقى، تحفه. هنبتدي بقى نسويها ازاي. جبت الجريل بتاعي على النار. انا طبعا الفراخ بتاعتي ما حطيتش فيها دهون خالص. عايزه انت تحطي لها حته وركه كده عشان يبقى الدهون فيها كتيره شويه. عندك حته ليا ممكن تحطيها فيها برضه، تفرميها مع اللحمه هتبقى جميله جدا. انا في التسويه لان دي ما فيهاش دهون، فحطيت معلقتين زبده في الجريل بتاعي، وبدات اشوح فيها الكفته بتاعتي، وابتدي الفها كده في جميع الاتجاهات زي ما انتم شايفين معايا كده على الجناب كلها كده. عشان انا على النار كانت عاليه في الاول خالص، وبعد كده خليتها على نار متوسطه عشان ما تاخدش لون معايا شديد، وفي نفس الوقت تبقى ايه نيه من جوه. خليت النار متوسطه، وبحاول اقلبها على الاربع الاتجاهات بتوعها كده زي ما انتم شايفين معايا. كل طبعا ما مكان يفضى كده، هي طبعا بتكش شويه يعني، ما كشتش للدرجه يعني، فسابت مكان لصباعين كده فحطيتهم. شايفين بقى شكلها عامل ازاي وتحفه ازاي. عملت بقى جنبها شوية رز مبهر كانوا تحفة، بألف هنا وشفا يا رب للي أكلوا، بألف هنا وشفا للي هيجربوا. المية اللي باقية بتاعتي هعمل ايه بالفرشة كده، بس اتأكد انها اتحمرت من جميع الجوانب الأول، يعني محطش عليها وهي عجينة علشان ما تفكش وتسيب مني. لكن لما احس انها خلاص استوت داخله على السوا يعني، واحمرت من جميع الاتجاهات كده، ابتدي احط بالفرشه كده عليها. وهتشوفوا معايا تكه في الاخر كمان تحفه، هتخليها زي كفته الحاتي بالظبط. كده اقلبها كويس جدا واخلص الكميه بتاعتي كده. خلصت الكميه بتاعتي كلها، وجبت اللي طلعته في الطبق كده بقى عشان يبقى كله سخن مع بعضه، وحطيته في الجريل وهبتدي اقلب فيه كده. هعمل ايه تاني؟ فاكرين بقى باقي شويه ميه بصل وايه والفلفل اللي باقيين معايا، هحطهم عليهم كده. شايفين بقى الدخان بتاعها طالع بقى ريحته تحفه. لو عايزه تحطي بقى في قلبها حته فحمه بقى كده وتغطيها بورقه فويل، هتبقى تحفه التحفه كمان. وادي الكميه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. شايفين رمت كميه قد ايه. يلا بقى نبتدي نقدمها، وهتشوفوا بقى طراوتها معايا من جوه. هكسرها لكم وتشوفوا قلبها عامل ازاي من جوه، وتشوفوا الطراوه بتاعتها عامله ازاي. انا جبت طبق كده وحطيت فيه شويه بقدونس طبعا. هبتدي بقى ارصه كده، بس هوريكم من جوه عامله ازاي، مفرغه عامله ازاي، وفي نفس الوقت طريه جدا معايا ومستويه، وطعمها حكايه، وريحتها بقى ما اقولكوش على الريحه ولا الطعم. وجبه اقتصاديه وفي 10 دقايق تكوني خلصتيها. شايفين الكمية ما شاء الله، الصباع ما شاء الله كبير ومليان كويس، يعني مش حاجة رفيعة كده ولا حاجة هتعملها ولا صغيرة ولا كده. لا الصباع ما شاء الله مليان وحلو، يعني ممكن لو 3 صوابع يكفوا الشخص يعني، كتير ما شاء الله وكبير يشبع. وفي نفس الوقت ريحته حلوة وطعمه حلو. وتقدري تقدميها بقى في عزايم رمضان كده، تحطي طبقين او 3 كده في قلب على السفرة كده، هيبقى شكلهم تحفة معاكي. وفي نفس الوقت ما غرمتيش يعني حاجة، يعني حاجة بسيطة جدا. هتشوفوا بقى طراوتها معايا دلوقتي. شايفين الكفتة طرية خالص ازاي، مع انها سخنة انا مش عارفة امسكها، طرية خالص. شايفين قلبها ما شاء الله مجوف بقى من جوه كده، المسن مخليه مجوف كده وجميل وطري. وشايفين بعد ما فردتها بقى جميلة ازاي. وده كان الفيديو بتاع النهاردة. يا ريت لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وحصري.